لو سألت أي حد عن قصة روانزل هيقولك القصة كيوت بتاعت الأميرة المحبوسة في البرج اللي مستنية فارس الأحلام يجي يشدها من شعرها وينقذها، بس الحقيقة الفيلم ده عبارة عن جريمة تنظيمية وعقدة نقص تخليك تتمنى ما تطلعش من بيتك أصلا. ديزني هنا بتقدم لك أبشع صورة لاستغلال البشر تحت اسم الحب والأمومة. بطل الفيلم مش البنت ولا الحرامية، البطل الحقيقي هو الطمع في الكولاجين ورغب إنه يظهر لك تجربة واحدة تحت هنا. أنا فاهم إن الكلام ده بالنسبة لك غريب، فعشان كده أهلا بكم في سيوريا كوباية القهوة وركز معايا. الفيلم بيبدأ بأكبر عملية سطو مسلح في تاريخ ديزني. جوسيد مش مجرد ست عجوز عايشة في الغابة، دي ست اكتشفت زهرة سحرية بتعالج التجاعيد وترجع الشباب. ولما الملك خد الزهرة عشان يعالج مراته، جوسيل ما سكتتش، راحت خطفت الأميرة الرضيعة نفسها لأن السحر اتنقل لشعرها. يعني تخيل جوسيل حبس الطفلة في برج ارتفاعه 50 متر، مش عشان خايف عليها ولا عشان بتحبها، حبستها عشان بتعتبرها أنبوبة سيرم للبشرة. 18 سنة بتغسل دماغ البنت وبتقنعها إن العالم بره عبارة عن وحوش وبلطجية عشان تضمن إن مصدر الشباب الأبدي يفضل متقفل عليه برمز سري. يا حبيبتي يا رومانزو، انا بحبك جدا ومستعد اعمل اي حاجه عشانك، بس بصي في المرايه كده، ايه الوش البهتان دوت وايه الخدود دي؟ لولا شعرك ده ما كانش في حد بص في وشك اصلا. طب يا ماما طالما انا وحشه ومحدش هيتقني بره، خلينا ننزل السبت الجاي اشوف الانوار الطايره في السماء وبس. انوار ايه يا موكوسه؟ انت فاكره الناس بره هيستحملوكي؟ دول هيستغلقوا بعد شهرك يعملوا سجاده في الصاله. اقعدي ساكته بدل ما اقطع عنك اكل الاسبوع كله واسيب عظمك ينشف في البرج. ندخل بقى على البطل بتاعنا فلين رايدر. فلين ده بقى مش مجرد حرامي عادي، ده شخص بني كاريزمته كلها على الشكليات والنرجسيه. هو في الاصل طفل يتيم اسمه يوجين، اختلق شخصيه فلين رايدر عشان يعوض عقده النقص اللي عنده. اكبر همومه في الحياه مش ان الشرطه بتطارده او ان راسه مطلوبه، اكبر هم في حياته ان الرسام بتاع الحكومه مش عارف يثبت شكل مناخيره في بوستر المطلوبين. لا اله الا الله، ايه المناخير دي يا جماعه؟ ده بيقولوا ان مره واحد كان معدي شاف الصوره فكره عمود نور، فكره عمود نور، فكره عمود نور. مع التركيز في الشغل يا فلي. الصورة دي لو نزلت ستوري هتضيع هيبتي في المملكة. أنا وسيم يا عالم، المناخير دي مناخير واحد بياكل زلط، مش مناخير فيلين رايدر. هنا بقى بنشوف أول صدام بين العالم الخارجي والبرج. فيلين طلع البرج يستخبى، يكتشف إنه دخل في مصيدة بنت معزولة بقالها 18 سنة وسلاحها هو قصة الآلي. ديزني بتقنعك إن هو أحسن من السيف. لا ما اسمحلكش إلا السيف. استنى يا عم دلوقتي. وروبانزل بتثبت للحرامي ان كاريزمته ونظراته ملهاش اي قيمه قدام خبطه تيفال المحترم على الدماغ. ايه يا نفوخي، ايه الغشوميه دي؟ هو انتوا بتفتكروا طرق استقبال جديده يا انسه ولا ايه؟ وبعدين ربطني بشعرك ليه يا انسه؟ ده ينفع يتعمل منه ختل اللبس مش ربطه كرسي. اعترف يا مجرم، انت مين ومين بعتك؟ هل انت من الوحوش اكلة البشر اللي مامي حذرتني منهم؟ اكل البشر ايه يا حاجه انت؟ انا اقصى حاجه ممكن اعملها اسرق جزمه على الهوا، انت فاكره ايه؟ وبعدين نزلي الطاسه دي بدل ما تعوريني في وش المظلوم دوت. نروح بقى للتويست العجيب في الفيلم. فلين رايدر خد روبانزل ودخل بيها آلة عن حنف المملكة عشان يخوفها وترجع للبرج. المكان مليان قطاع طرق، ناس بأسلحة وشكلهم يخوف، بس أول ما روبانزل تسألهم على أحلامهم نكتشف المفاجأة. قعد مجرم فيهم حلم يعزف بيانو والتاني عايز يعمل مسرح عرايس متحركة. حاسس إنه شبه واحد صاحبي ربنا يمسيه بالخير، كان نفسه ياخد أكسجين العالم كله بس منعته. ونيجي هنا للتالت بيجمع سيراميك. ديزني هنا بتقدم لك كوميديا سودا. اعتى مجرمين المملكه في الحقيقه اطفال كيوت جدا من جوه، بس مفيش حد اداهم فرصه يشتغلوا في الاوبرا فنزلوا يثبتوا الناس في الشوارع. انا احسن في الامن العام بقالي 8 سنين، العساكر والظباط كلهم طفشانين وانا الوحيد اللي نازل مطاردات في الجبل حافي. يا عم حل عني، انت حصان ولا مخبر سري؟ في حصان بيفتش في الاوراق المطبوعه وبيسال عن اختام الحكومه. هنا في نهاية الفيلم بيجيب لك ان فلين رايدر قص شعر روبانزل عشان ينقذها. بنشوف مشهد سينمائي عبقري. جوسيل اول ما الشعر يتقص سحر الشباب يختفى في ثانية وعجزت واتحولت لتراب. المشهد ده بيلخص لك كل حاجة، الشخصيات المستغلة والنرجسية في حياتك اول ما تقطع عنهم الميزة اللي بياخدوها منك بيتدمروا وما بيفضلش منهم اي قيمة. قص الشعر ما كانش مجرد خسارة للسحر، كان عبارة عن قطع حبل ماضي التويكسك دوت. لو عجبك التحليل ده دعمنا باللايك واشترك في سيريا وقول لي رايك في الكومنتات. من اكتر شخصية تويكسك شفتها في كرتون ديزني؟ ولو ما شفتش فيديو ريكريزو كارويلا الرابط في الوصف. وسلام.